السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حلويات الاقتصادية لأم سيرين. اليوم جبت لكم بحلوة الخامسة. نبداو بالمقادير. عندي 125 غرام صول لا مارغرين صول، نصف كيس خميرة كيميائية، عندي 70 غرام سكر ناعم، عندي بيضة كاملة واثنين بياض بيض، عندي ملعقة كبيرة مايزينا ونصف ملعقة صغيرة لافاني. نجيبو الباسين والفرينة بطبيعة الحال. نجيب الباسينة تاعي 125 غرام نتاعي تاع لا مارغرين، نضيف لها 70 حتى 60 غرام سكر ناعم، نحركو هادو مع بعض، ندخل السكر في لا مارغرين تاعي هكذا، نضيف لها 2 بياض بيض زائد بيضة كاملة بعد ما غسلتها، هاني ضفتها اختي المشاهدة. نوخرو هادو على جيه، نحركو الخليط هكذا، نجيب لا سباتولا نتاعي هكذا اختي المشاهدة، نضيف لها نصف ملعقة صغيرة فانيليا، ها هي اختي المشاهدة، ونضيف لها ملعقة كبيرة مايزينا على هذا الشكل، ها هي. نخلطوا كل شيء مع بعض حتى نتحصلوا على خليط هكذا. ها هي اختي المشاهده، ونضيف لها الفرينه مثل العاده حسب الحاجه، مع نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه هكذا اختي المشاهده. نصف ملعقه صغيره، نحركو، نزيدو الفرينه تاعي حتى نتحصلوا على عجينه طريه اختي المشاهده. بعد ما لميت العجينه تاعي تحصلت على هذا القوام طريه حبيبتي، نجوز نجيب المول تاع السيليكون تاعي. ها هو المول تاع السيليكون تاعي تاع الخامسه، ها هو على هذا الشكل، ها هو. نجوز ندير العجينه تاعي نشكلها الى كريات هكذا، نخرو هذه على نديرو كريات اختي المشاهده 20 غرام حتى 25. نديرو الحشو نتاعي من الداخل. الحشو هو عباره عن فواكه مجففه، ها هي اختي المشاهده. وتقدري ما عندكش ما ديريلهاش الحشو، تقدري الحشو تستغني عليه، تقدري تصنعي حشو بالكاوكاو وحلوه الترك وتخلطيهم بلا كونفيتور، تقدري تستعملي حشو اخر بالكوفريت وتخلطيه بالشوكولا نوار بعد ما ذوبتيه في بان مارين انت، ولكن الاختيار. انا استعمل اليوم الفروي كونفي اي الفواكه المجففه. نديرو شويه، واحد شويه يبدل، ها هي حبيبتي، تبلعي عليها هكذا، نديريها لابول، نديروها ندخلوها في القالب تاعنا تاع السيليكون، نقص لها شويه عجينه باش ما تطلعليش ابري لا كويسون من الفوقه، لخاطرش انا درت لها لا ليفور شيميك هكذا. نزيد الحبيبه الزوجه الحلوه تاعنا بعد ما درناها في السيليكون تاعها. دوك نجوز نحطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه، نطيبها من تحت ابخي من الفوق. كي نشوفوا الحواف تاعها فليتو حمارونه نطفي لها من تحت ونطلعها شويه الفوق باش تزيد التحميره تاعها ونرجعوا بعد حين. ها هي البنات الحلوه تاعنا تاع الخامسه بعد ما طابت معانا. ها هو الاحمره اللي عطيتها له انايا، ها هي بهذا الشكل. وبديت في لا ديكوراسيون تاعها في بان ماري، راني مذوبه شوكولا نوار
شوكولاته توجور. كيفيه وطريقه تذويب الشوكولاته على طريقتي تلقيها في الرابط تاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف حبيبتي. ونفس السيليكون اللي طيبت فيها تاع الخامسه كمثل حلويات السيليكون السابقه اللي درتها معكم، بديت نديرها للشوكولا بعد ما ذوبتها. هكذا اختي المشاهده نوري لكم الطريقه. هيا نديرو الشوكولا تاعنا هنا في المول تاع السيليكون، ونجيب الحبه اللي طيبتها ها هي ونديرها هكذا، نعبز عليها مليح 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 حتى تطلع هذه الشوكولا معانا، باش نضمن بلي الطريقه نجحت لي والحواف تاعها كامل راهم اون شوكولا. هكذا اختي المشاهده هكذا هكذا هكذا. انا وريت لك هادو الحبيبات، دوك نجوز نكمل الطريقه كامل ونديرها في الثلاجه في كونجيلاتور لمده 10 دقائق اختي المشاهده ونرجع بعدها. ها هي البنات حلوه الخامسه بعد ما درت لها الشوكولا وحطيتها في الثلاجه لمده 10 دقائق، جبتها ديموليتها من السيليكون تاعها كما العاده. ها هي اختي المشاهده الشكل تاعها جميل بزاف بزاف، تقدري تحطيها هكا ديريكتومون في لاكيسات في الشكل تاعها جميل. وعندي لمسه واحده اخرى كما تقدري تزينيها اختي المشاهده. انا عندي للتزيين هادو عندي لو ناكري نتاعي في البرونز، اللون في البرونز باسكو الشوكولا نوار تتمشى مع البرونز بزاف، وعندي البريون اليمونتير. كاين الفرق اختي المشاهده ما بين الناكري والبريون، سي با لا ميم شوز. نجوز للتزيين نجيب الحبه نتاعي تاع الخامسه هكذا بالبانسو نديرو شويه تاع الناكري برونز، نقعدو نمشو فيها في الوجه الفوقاني. ها هي هكذا ونقعدو ننفضو فيها هكذا. توقفي الحبه هكذا اختي المشاهده، توقفيها تقعدي تنفضي فيها هكذا هكذا تتحصلي على هذا اللون. ها هو اختي المشاهده اللون تاعها كيفاش يولي. ها وفي لي تور هادو اللي طحنا شويه هكذا تمسحيهم برك هكا، يعني تمسحوهم ما تزيديهمش برونز من لي تور، تفونسي لها لا كولور فقط في الوجه الفوقاني تاعها. ها هو نزيد حبيبه واحده اخرى. ها هي اختي المشاهده نغطس البانسو تاعي هكذا في الناكري برونز كما قلت لكم، ونبدا هكذا. هنا ردت لها وجه بزاف هكذا، تقعدي تنفضي فيها تمسحي فيها بالبانسو باش تكليرسي لك لا كولور هكذا. توجور توقفي الحبه وتقعدي تنفضي فيها. ها هي حصلنا على هذا اللون، وفي لي تور اللي يطيح لنا كامل هكذا تنفضيه. انا جوز نكمل الحبيبات تاعي كامل ونتلاقوا في طبق التقديم. ها هي البنات الحلوه نتاعنا بعد ما كملناها بلا ديكوراسيون نتاعها، درناها الرشه اللمسه الاخيره على بريون اليمونتير حبيبتي. نتمنى هذه الوصفه تعجبك لنهار اليوم كما العاده. اذا عجباتك ديري لي جيم لا فيديو نتاعي، ما تنساش المزيد من اللايكات اختي المشاهده والاشتراك ليس في قناتي ليصلكم كل جديد. راني حنحيت لكم حبيبه باش نوري لكم الشكل تاعها النهائي واللمعان نتاعها حلوه الخامسه. خمسه وخموس على جميع الجزائريين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.